هو ليه كل ما الناس تقول عليه خلص يرجع ويكسر الدنيا تاني؟ يمكن لإنه مش لعيب عادي، يمكن لإنه محمد صلاح. بس قبل ما نبدأ الفيديو ده محتاج أشكر أحمد عبد الله علشان هو صاحب الكومنت اللي خلاني أعمل الفيديو ده. وقبل ما أبدأ الفيديو محتاج منك تروح عليا تعمل لي سبسكرايب أو اشتراك، لايك، كومنت، وشير لو قدرت. يلا بينا. يلا بينا. في قرية صغيرة اسمها نجريج جنب بسيون في الغربية، طفل صغير بيجري حافي، كل اللي بيملكه طموح أكبر من كل الناس اللي حواليه. كان بيقوم من نوم الفجر يمشي على رجليه لمحطة الأتوبيس، يركب 4 مواصلات عشان يوصل القاهرة، ويتمرن مع ناشئين المقاولين. مش كل يوم، مش كل أسبوع، ده كل يوم لمدة سنين. كل ده عشان ساعة تمرين. تخيل ولد عنده 12 سنة بيتعامل مع الدنيا كأنها بطولته الخاصة. ظهر مع فريق المقاولين العرب لأول مرة في الدوري سنة 2010 وكان عنده 17 سنة. مكسر الدنيا، سريع ومهاري، بس لسه جسمه ضعيف وصوته مبحوح من كتر المجهود. الناس كانت بتضحك عليه وبتقول الواد ده حريف بس بيقع من الهوا. ما كانوش يعرفوا ان الواد ده هيقلب الترابيزة قريب جدا. الاحتراف جه فجأة. بازل السويسري قال احنا عايزين الواد ده، وسافر أول مرة يشوف التلج والبرد. لكن رغم كل ده مخافش، بالعكس انفجر. أهداف في كل البطولات وأداء يخلي الصحف تكتب اسمه كل يوم. وفي ماتش ضد تشيلسي في دوري الأبطال محمد صلاح شق الملعب نصين. مورينيو قال أنا عايز الواد ده. راح لتشيلسي بس الدنيا هناك كانت مختلفة. ضغط رهيب، دكة أطول من المسافة بين نجريج وستانفورد بريدج. ومورينيو فجأة بقى مش شايف، بقى يتقال ده مش قدها، ده لعيب صغير. لكن محمد صلاح كان بيحضر في الرد من غير ما يتكلم. فيورنتينا وبعدها روما في إيطاليا، بدأ يرد جري، أهداف، صناعات، وفي كل ماتش بيقول للعالم أنا ما خلصتش، أنا لسه ببدأ. روما خلته نجم تاني. الواد اللي كان على الدكة بقى بيكسر دفاعات يوفنتوس ونابولي وميلان. 2017 كلوب بيطلب التوقيع، ليفربول بتدفع، وصلاح بيرجع انجلترا بس كوحش. اول موسم 44 هدف، ارقام لعيبه بتاخد 4 سنين عشان توصل لها. جماهير ليفربول وقعت في غرامه، غنوا له ولبسوه التاج، وهو قال انا هنا علشان ابقى الافضل. نهائي دوري الابطال 2018 ريال مدريد، الملعب مشتعل وصلاح جاهز يعمل تاريخ. لكن راموس شد دراعه وصلاح وقع، خرج من الملعب بيعيط، ومصر كلها كانت بتعيط معاه. بس هو رجع بعد شهور، جاب البطولة دي بنفسه، سجل ورفع الكاس. اللي بيقع بيقوم، بس صلاح بيقوم أقوى بكتير. أكتر من 190 جول مع ليفربول، هداف البريمير ليج 3 مرات، أحسن لاعب في إنجلترا مرتين، جايزة بوشكاش، أكتر لاعب أفريقي سجل أهداف في تاريخ البريمير ليج، وأكتر مصري اتقال اسمه في مدرجات أوروبا. صلاح مش بس نجم كورة، ده سفير لمصر. عمل مستشفيات كتير جدا في قريته، ساعد ناس كتير تتجوز، واتبرع في كل أزمة. الناس بتحبه لأن واحد منهم. كل ما الناس تقول صلاح خلاص خلص يرجع ويقول أنا لسه موجود. كل ما الزمن يضغط هو يرد بالجول. محمد صلاح مش لعيب عادي، ده قصة، واحنا لسه في نص الرواية. فخليك فاكر الواد اللي كان بيركب 4 مواصلات علشان حلمه بقى ملك ولسه منزلش من عرشه. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناة واكتب لنا كومنت قول لي تحب الفيديو اللي جاي يبقى عن مين. وبس كده.